السلام عليكم. عمرك سألت نفسك قبل كده هو ليه الوقت بيمشي لقدام وما بيرجعش لورا؟ يعني اشمعنى الواحد بيجي دايما الدنيا صغير وبعد كده بيعجز، ليه مش العكس؟ وهل في قاعدة فيزيائية محددة بتجبر الكون اللي احنا عايشين فيه انه يمضي بالزمن لقدام بس، وان احنا كبشر بنحس بمرور الزمن علينا للمستقبل مش للماضي؟ وهل ممكن لو عرفنا السبب الحقيقي لده اننا نعرف نعكس مسار الزمن انه يبتدي بالعكس؟ بس اجابة السؤال دوت يا صديقي مش سهل خالص، وهي تعتبر واحدة من أصعب المفاهيم والظواهر الفيزيائية اللي ممكن تسمع عنها على الإطلاق. والظاهرة ديت اسمها الانتروبي. وهل الظاهرة ديت بتنفي وجود خالق للكون ولا بتأكد وجوده؟ ازاي الظاهرة ديت هتجاوب على كل الأسئلة دي؟ يلا نقول. بس قبل اي كلام حضر كوبايه شايك بتاعت كل حلقه، واخبط اللايك والشير واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس، وتعالى اخدك لرحله غريبه ومثيره خارج حدود الزمن بتاعنا. هنتكلم فيها على حقائق فعليا اغرب من الخيال بدون ادنى مبالغه. جاهز؟ يلا بينا. بص يا نجم، لو حاولت تدور على إجابة للسؤال ليه الوقت بيمشي لقدام دايما، فانت الوهلة الأولى دماغك هتعطل وتهنج قصاد الكون الكبير اللي احنا عايشين فيه. وكمان كل محاولاتك هتوديك لطريق واحد بس، هو انك تشوف سبب وتفسير جوه القواعد الفيزيائية اللي بيتكون منها الكون على المستوى الذري. بس لو حضرتك شفت اللي بيحصل في العالم الذري فأوعدك انك هتتجنن حرفيا. فده علشان في الواقع قوانين الفيزياء الكمية والتغيرات اللي بتحصل جوه الأنظمة الذرية نفسها مش بتفضل في اتجاه معين للزمن عن الاتجاه التاني. اكيد هيجي واحد شبح دلوقتي يطلع لي ويقول لي والنبي يا عم علشان الدماغ متلصمه اساس فهمنا علشان مش فاهمين. اقول لك ماشي يا عم، بس بشرط واحد، انك تركز معايا. يعني مثلا لو تخيلنا ان احنا اطلقنا جسمين ذريين زي الالكترونات مثلا، تلاقيهم ماشيين جنب بعض وبيقربوا من بعض واحده واحده لحد ما هتيجي لحظه ويلزقوا الاتنين في بعض، واول ما ده يحصل شحناتهم السالبه المتشابهه هتخليهم يتنافروا وكل واحد هيروح في حته عكس التاني. تمام كده؟ اوكي قشطه. طب انا هصدمك واقول لك ان المشكله مش في كده. تخيل بقى لو عكسنا العمليه دي وتخيلت انك بتبص على اللي حصل ده بس بالعكس، فاللي هيحصل يا صديقي انت هتلاقي ان المشهد هو ومفيش فرق. كل واحد من الالكترونات ماشي في طريقه عادي لحد ما قربوا من بعض وبعدين تنافروا، وكل واحد منهم راح في طريق. نفس بالظبط اللي حصل وانت بتتفرج على الحدث ده في المره الاولى، بس الفرق الوحيد ان الحدث ده حصل والزمن ماشي بيك في المستقبل، والتاني حصل لما الزمن مشي بالعكس في اتجاه الماضي. وده يا صديقي معناه رهيب وغريب في نفس الوقت. ده معناه ان الكون على المستوى الذري مفيش فيه فرق ما بين الماضي والمستقبل، والاتنين ملهمش وجود اساسا. وهو ده سبب ان قوانين الفيزياء الكميه او فيزياء المجانين اللي زي حالاتنا كده بالظبط دايما بتهمل عامل الزمن تماما، وبتقولك مفهوم الوقت اللي احنا نعرفه ده ملوش وجود على المستوى الذري. طب ازاي حاجه زي كده ممكن تحصل؟ وليه لما بنطلع من الارض ونخرج بره مستوى الكون كله بنلاقي في فرق فعلا ما بين الماضي والمستقبل، ومش هتلاقي في اي حاجه بتمشي بالزمن بالعكس وكل الزمن بيمشي لقدام؟ الاجابه يا صديقي هي في واحده من اغرب الظواهر الفيزيائيه اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، وهي الانتروبي. بس علشان تفهم الحقيقة العلمية دي لازم تعرف الأول تفسير الزمن بالنسبة للكون عامل ازاي، وده هيبقى مدخلنا للنسبية العامة لواحد من أفضل الفيزيائيين في العصر الحديث، وهو ألبرت أينشتاين في مطلع القرن اللي فات. طب قالك ايه المعلم ده؟ قالك ان الكون بتاعنا دوت ليه 4 أبعاد، 3 للمكان وواحد للزمن، وهم الطول والعرض والارتفاع، والرابع للزمن. والاربع ابعاد دول يا بطل لما بيندمجوا مع بعض بنلاقي ان هما بيكونوا مع بعض حاجه اسمها الزمكان. الزمكان ده بقى هو النسيج اللي بيكون الكون كله ويأثر فيه. يعني ممكن نتخيل الزمكان دوت هو حته قماشه كبيرة وسميك بتتكون من نسيج كبير من تريليونات الخيوط المتداخلة مع بعضها. الخيوط دي بتبقى غير مرئية بالنسبة لعيوننا احنا كبشر، عينينا محدودة، وبتبقى ناتجة من اندماج الأبعاد الأربعة مع بعضها. ولكن الفكرة هنا ان الزمن هنا بيبقى غير الابعاد المساحيه التانية وملوش حدود معينه تقدر تقيسها بشكل حسابي زي الطول والعرض والارتفاع، لكن هو بعد اعلى واكبر من عقلك لاستيعابه، واعلى واكبر من عينك اللي ما بتقدرش تشوفه زي ما بتشوف بالظبط طول وعرض وارتفاع اي حاجه. وكل اللي تقدر عليه انك بس تحس بمرور عليه. لما تلاقي نفسك كل يوم بيعدي عليك بتكبر وبتعجز. تخيل كده يا صديقي ان كون كبير ليه طول وعرض وارتفاع بيتحرك على خط طولي او بعد علوي اسمه الزمن، ودائما وابدا ماشي في خط مستقيم للمستقبل.
علشان كده الكائنات الحية او اي شيء في هذا الكون دايما بنلاحظ فيه التغيرات بمرور الوقت. اي حاجة موجودة في هذا الكون بتتحرك للزمن لقدام لحد ما تخرب وتركيبها الذري بينهار، وساعتها بتبوظ وتتفكك لو كانت جماد، او تموت وتتحلل لو كانت كائن حي. واحد شبح بقى يجي يسألني تاني، هي ليه التركيبات الذرية ديت بتنهار مع مرور الوقت لقدام؟ مش احنا قلنا في الاول ان التركيبات الذرية ما بتعترفش بزمن ومش موجود في قاموسها، وبالتالي هو ملوش تأثير عليها؟ هقول لك يا معلم انت كده اصلي ومصحصح، وده يشجعني ان انا اطلب منك تاني انك تعمل لايك سريع واشتراك لو لسه بتفكر. يلا بينا تعالوا بقى نفتكر السؤال تاني. ليه الحاجة بتبوظ لما بتقدم؟ وليه الاشياء مش بتصغر وتقوى بمرور الزمن عليها طالما الزمن ملوش اي تأثير على المكونات الذرية؟ هنا بقى يا صديقي يجي دور الانتروبي علشان يجاوبنا. بص يا عبقري زمانك، في قاعدة من القواعد الفيزيائية الكونية وبالتحديد في علم الديناميكا الحرارية والثيرموديناميك اسمها القصور الحراري او الانتروبي. والقاعدة ديت بتقولك ان المواد الفيزيائية كلها ليها خاصية معينة، وهي انها دايما بتميل من حالة النظام الى عدم النظام والعشوائية. لكن يا وحش لو كملت معايا هتكتشف ان هو ابسط من البساطة نفسها. تخيل كده انت جايب عربية جديدة وجميلة وعزير وبتسوقها كل يوم وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل. اهي العربية الجديدة دي بقى لو ما بتهتمش بيها وتعمل لها الصيانة المطلوبة، هتلاقي مع مرور الزمن عليها هتفضل تبوظ حاجة في حاجة لحد ما هتبرك منك في الاخر ومش هتتحرك زي عربيتي كده. وحتى لو سبتها وما استفدتش منها سنين طويلة، فبرضه مع مرور الزمن هتصدي وتتحلل لحد ما هيتبقاش منها حاجة ومش هيبقى ليها وجود. هو يا نجم المشهد ده هو نفس المشهد اللي بيحصل جوه اي جسم فيزيائي، بيحصل في الكواكب والنجوم والكائنات الحية واي ذرة من ذرات هذا الكون، في الذرات والخلايا الحية اللي جوه اجسامنا بمرور الزمن عليها بتتحول من حالة النظام الى حالة الفوضى والعشوائية وبتبوظ وتتدمر زي العربية بالظبط. علشان كده بتلاقي اجسام البشر والكائنات الحية بشكل عام بتشيخ وتعجز وخلاياها بتنهار مع مرور الوقت لحد ما الخلايا ديت بتموت، وساعتها الجسم نفسه بيموت. الفكرة بقى يا صديقي ان قاعدة الانتروبي دي مرتبطة بالزمن بشكل كامل، وهي موجودة من اول ما اتخلق الزمن نفسه وقت الانفجار الكبير من 14 مليار سنة فاتوا. وهو ده بقى يا سيدي ان مفيش حاجة بتمشي عكس الزمن، علشان الحالة الوحيدة اللي تخلي الكون يمشي لورا مش لقدام هو انك تصمم نظام فيزيائي يكون الانتروبي فيه معكوس، وده اكيد مستحيل. هيبقى لنا اخر سؤال، وهو ان شاء الله السؤال اللي هنختم بيه: هل الانتروبي دي دليل على وجود خالق لهذا الكون؟ بص، القانون التاني للديناميكا الحرارية او الانتروبي بيقول ايه؟ شوف يا بطل، القانون بينص ان كل الانظمة بتتحول الى فوضى، والانظمة الحرارية هتتحول من الحرارة الى البرودة، صح؟ تمام. طب تعالى كده نسأل سؤال بالمنطق، ايه اللي كان هيحصل في الكون لو كان الكون ازلي وفق القانون التاني للديناميكا الحرارية او الانتروبي؟ تعال نفكر. لو كان الكون ازلي وقانون الانتروبي ثابت وشغال منذ الازل في الما لا بداية في الماضي، كان ايه اللي هيحصل؟ كان اللي حصل يا سيدي ان كل الانظمة اتكسرت واتهدمت وكمان ما بقاش ليها وجود واتحولت لفوضى، وان كل درجات الحرارة العالية زمانها اتحولت لبرودة. طيب هل ده حصل في الكون؟ لا، هو لسه ما حصل. احنا يا جميل في مرحلة وسيطة، احنا ما زلنا بنفقد حرارة وما زال النظام بيتحول لفوضى لحد ما نوصل في النهاية ان الحرارة تتبدل الى برودة والانظمة تتحول الى فوضى. وبما ان الكون ما زال اذا الكون غير ازلي في الماضي، وان الكون ليه بداية محددة وليه مدة زمنية غير كافية لتبدد وانهيار انظمته، صح؟ تمام؟ متفقين؟ يبقى من خلال الانتروبي ان الكون ليه بداية واكيد ليه نهاية. امير الملحدين نفسه ستيفن هوكينج قالك ايه؟ طالما اعتقدنا ان للكون بداية فان دور الخالق واضح، لكن لو ملوش بداية او نهاية فان الاجابة تبدو غير واضحة. فما هو دور الخالق؟ فيا معلم القانون التاني او الانتروبي بيأكد ان للكون بداية. فايه الكلام على ايه؟ والملاحظ من قبل العلماء ان مستوى الانتروبي قليل جدا جدا، ومستوى النظام في بداية الكون عالي جدا جدا، وكمان الطاقة الحرارية في بداية الكون كانت عالية جدا جدا. فمين اللي ظبط الكون بالطريقة دي؟ نظام وحرارة عاليين جدا والانتروبي قليلة جدا. فمين؟ مين؟ يعني من الاخر الانتروبي من اكبر الدلائل العلمية على وجود خالق، لانه ببساطة هو قانون كوني، والقانون بيحتاج الى عامل او فاعل يتصف بصفة القوة والارادة. ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان من خلق فابدع وكل شيء عنده بمقدار. السلام عليكم.